السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرضة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهنئكم بحلول الشهر المبارك الكريم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في عصر 8 من رمضان 1446 الموافق 9 من مارس 2025 توفي الرجل الصابر والشيخ المناضل حماد القباج جراء جلطة دماغية أدخلته في غيبوبة. والشيخ رحمه الله هو من مواليد سنة 1977، يلا عنده 48 سنة، وقد عرف منذ شبابه بمسيرته الدعوية والعلمية بمدينة مراكش بعدد من الجمعيات، من ضمنها جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، ليشع نشاطه بعد ذلك إقليميا وعربيا وإفريقيا. وعلى الرغم من أن الشيخ القباج كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان يعاني من شلل رباعي جراء حادث أليم تعرض له وهو في عمره 16 سنة بشلالات أذن، ورغم حالته الصحية كان رحمة الله عليه يشع نشاطا وحيوية لكتابة الإنتاجات دياله وكتاباته والبرامج دياله ومؤلفاته. سيحقر نفسه أمامه، فقد كان رحمة الله عليه آية تمشي على الأرض، ولا نزكي على الله أحدا بطبيعة الحال. الشيخ القباج رحمة الله عليه ذلك الرجل ذو الأخلاق والصفات النبيلة، كريم معطاء متسامح حتى مع من آذوه، لا تفارقه الابتسامة ولا يكثر الحسابات والظنون في تعامله مع كافة خلق الله أجمعين. كان رحمه الله قريبا من قضايا أمته ووطنه، مدافعا عن ثوابت الدين، لا يتخلف البتة عن الصدع بالحق ومدافعة الباطل بأسلوب يكسوه اللين وتوجهه الحكمة. ختم الشيخ حماد القباج القرآن الكريم حفظا وتجويدا برواية ورش عن نافع عن طريق الأزرق على يد شيخه المقرئ الدكتور توفيق العبقري، كما حفظ عددا من المتون العلمية وباشر التدريس بدور القرآن الكريم منذ سنة 1998. ولعنايته بالمرأة فقد أسس موقع منزلة المرأة في الإسلام سنة 2005، موقع إلكتروني، وقد ألف كتابا بنفس العنوان، كما باشر الإشراف حلقات النساء بجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة سنة 2006، وكان يقوم بتأطير مئات النساء. وقد انتخبوا المجلس التأسيسي للتنسيقية المغربي لجمعية دور القرآن منسقا عاما لهذه التنسيقية سنة 2011، كما عين عضوا في لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة في مارس سنة 2013. اعتنى الشيخ حماد القباج بعناية كبيرة بفقه المرأة المسلمة والتاريخ المغربي الحديث، خصوصا أعلام الفكر والدعوة، وألف في ذلك عددا من الكتب والمؤلفات، كما اشتغل لحوالي عقدين 20 سنة بمجال الصحافة والنشر ضمن هيئة تحرير جريدة السبيل الورقية، وكتب مئات المقالات وشارك بملفات وأعد تقارير. شيخ القباج كانت له مشاركات إعلامية وثقافية وسياسية بارزة، بصم خلالها على إرادة قوية للإصلاح في شتى المجالات الدينية والفكرية والسياسية. وقد ترأس مركز بالعربي العلوي للدراسات التاريخية والاجتماعية الذي أنتج عددا من المؤلفات والبحوث النافعة، على رأسها كتابه حياة شيخ الإسلام محمد بالعربي العلوي، العالم المفكر والمصلح المناضل. كان رحمه الله بارا بوالدته يكون لها حبا جما، لطالما أفصح عن ذلك في مجالس خاصة، فهي من أوته واحتضنته ورعته ووجهته بأخلاق وقيم المرأة المغربية الأصيلة. وقد تقدم للشيخ وأسرته بالعزاء علماء ودعاة وأكاديميون ووزراء سابقون. وفي هذا السياق كتب عنه رفيق دربه الأستاذ إبراهيم الطالب مدير جريدة السبيل: الشيخ حماد القباج المسلم الهين اللين
رغم شلله الرباعي ما ترك خدمة الإسلام يوما. كل ذرة في جسده المنهك عملت وناضلت في سبيل الله وبنت وشيدت. أوذي في الله فصبر. إن سيرته ومعاناته مع مصيبة الشلل الرباعي وتحديه للعجز البدني وإصراره على العلم والدعوة لماما يدرس لأبنائنا، فاللهم افسح له في قبره مد بصره يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنه وبدل سيئات حسنات يا رحيم يا رحمن، وأجرنا في مصيبتنا واخلف لنا وللأمة خيرا. وتحت عنوان نجم هوى، كتب الدكتور خالد الصمدي الوزير المنتدب السابق بالتعليم العالي: تلقيت ببالغ الحزن والأسى والرضا بما قدر الله وقضى نبأ وفاة المشمول بكرم الله وبرحمته العلامة المربي الأستاذ حماد القباج المراكشي، الذي اختاره الله إلى جواره ومستقر رحمته في هذا الشهر الفضيل. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله بما قدم للعلم والعلماء وللدعوة والتربية من جهد كبير رغم ظروفه الصحية. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. خالص التعازي لأسرته الصغيرة والكبيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بدوره كتب عزيز الرباح وزير التجهيز السابق: ببالغ الحزن والأسى وتسليما لقضاء الله وقدره. تلقينا نبأ وفاة فضيلة الشيخ حماد القباج الذي كان من أهل العلم والدعوة، ساعيا في الخير وخادما لوطنه ومدافعا عن ثوابته. وقال أيضا: وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم لأسرتي وبخالص التعازي وأصدق المواساة راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بالمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإضافة إلى هذه الأسماء اللي ذكرناها، فالعديد من الشخصيات عبرت فور انتشار خبر ديال وفاة الشيخ، عبرت على تعازيها لفقدانه، وكانوا بزاف ديال المنشورات اللي كتذكر بخصال الراحل وجميل أخلاقه وما عرف فيه وما عرف عليه في مساره الحافل بالعطاء. الدكتور رشيد بن كيران، الداعية ياسين العماري، دكتور بشير عصام المراكشي، وأسماء أخرى، كلهم عبرت على التعازي وحزن على فقدان هذا الشيخ. وبهذه المناسبة الأليمة كنتقدم التعازي لأسرة الشيخ الفقيد اللي عاش صابر على ما آلم به من امتحانات ومات مرابطا في ميدان العلم والفكر والإصلاح، سائلين الله تعالى أن يلهم أهله الصبر والسلوان ويعظم أجرهم ويحسن عزاءهم ويغفر لميتهم ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.